علاش الراجل كيشوف في عيالات اخرين وهو معك؟ هذا سؤال اللي بصح حساس وكيخلي واحد الجرح كبير والف سؤال في بزاف ديال العلاقات. اليوم غنحاولوا مجموعين نفكوا هذا اللغز ونفهموا شنو بصح كاين وراء التصرف من الناحيه النفسيه والاجتماعيه. ديك اللحظة بالضبط كيكون جالس معاك حاضر كلشي هو هذاك، وفجأة عينيه كيمشيو لجهة أخرى، فديك الثانية كيقدر يتهدم عالم كامل ديال الثقة ويبدا محيط ديال الشك. واش هذه كتعني أنه ما بقاش كيبغيك؟ واش يمكن فيك شي نقص؟ هاد الأسئلة اللي كتحرق اليوم غنحاولوا نلقاو ليها جواب يكون واضح ومريح للقلب. اوكي، باش نجاوبوا على هادشي كامل غنمشيو دقه دقه. غنبداو بالسؤال المحير ونفهموا مزيان الفرق بين النظره اللي هي مجرد غريزه والنظره اللي كتولي قله احترام. من بعد غندخلوا الاعماق ديال الاحتياجات العاطفيه للرجل، وغنكتشفوا لغه الحوار اللي ممكن تبني بيناتكم جسر ديال التواصل. وفي الاخير غنركزوا على اهم حاجه، الحب الحقيقي راه كيتشاف في المعامله والافعال ماشي في نظره زاغت. يلا ندخلوا في صميم الموضوع. هاد النظرة اللي كتعذبنا واش هي بصح غير رد فعل طبيعي ما عنده حتى معنى، أو لا هي فعلا جرس إنذار على شي حاجة سميتها قلة الاحترام؟ نعرفوا نفرقوا بين هاد الجوج هو المفتاح ديال كل شيء. شوفوا، النظرة الأولى ديك اللمحة اللي كتكون سريعة فغالب الأحيان هي مجرد رد فعل بيولوجي، شي حاجة لا إرادية، بحال قلت شي رمشة عين. الدماغ ديالنا مبرمج باش يلاحظ أي حاجة جديدة أو كتحرك في المحيط ديالو. ولكن النقطة الحاسمة والجوهرية هي شنو كيوقع مباشرة من بعد ديك الثانية. واش ديك النظرة كتحبس تما أو لا كتكمل وكتولي تحديقة طويلة؟ هنا فين كيبدا الاختيار الواعي، وهنا فين كتبان المسؤولية. التحكم في هذه الغريزة كدليل على الاحترام للشريكة هو اللي كيبين القيم الحقيقية ديال داك الشخص. دابا كاين واحد المفهوم مثير للاهتمام سميتو التقييد العاطفي. شنو كيعني هذا؟ كيعني انه من الصغر المجتمع كيربي الولد على ان الراجل ما خصوش يبكي، ما خصوش يبين الخوف ديالو، وما خصوش يعبر على المشاعر اللي كتبان ضعيفه. هادشي كيخليه يكبر هو بحال لابس واحد القناع ديال الصلابه. فاش كيكبر كيلقى صعوبه كبيره انه يعبر على داكشي اللي بصح كيحس به، وهذا الكبت ممكن يبان لنا على شكل برود او ديال مبالاه، وهو في الاصل شي حاجه اعمق. اذا باش نتجاوزوا هذه القضيه ديال النظره خاصنا نمشيو ابعد من العينين. خاصنا نفهموا شنو هي المحركات العاطفيه الحقيقيه اللي كتحرك الراجل من الداخل. إلا فهمنا هذه الاحتياجات كنكونوا كنبنيو أساس ديال علاقة صحية، علاقة اللي ما كتهزهاش الشريح. الابحاث كتأكد على واحد النقطة مهمة بزاف. بالنسبة لعدد كبير من الرجال الإحساس بالاحترام كيجي بنفس الأهمية ديال الإحساس بالحب، وأحيانا كيكون أهم. كيف ما كيقول هذا المصدر، الراجل اللي كيحس بالاحترام من عند الشريكة ديالو الثقة ديالو في نفسه كتزداد، كيحس بالقوة، وهذا الإحساس هو اللي كيفتح الباب للتواصل العاطفي الحقيقي بيناتهم. ونقدروا نلخصوا هذه الاحتياجات في 3 ديال الركائز أساسية. الركيزة الأولى الاحترام والقبول، ماشي غير تقبله وصافي، ولكن تقدري الشخصية ديالو وتقبليه كيف ما هو بنقاط القوة ديالو وحتى نقاط الضعف. الثانية الثقة والأمان، يعني أنه يعرف باللي معك يقدر يحيد داك القناع ديال القوة ويقدر يكون ضعيف بلا ما يخاف من الحكم ديالك. والثالثة التقدير والأولوية، خاصو يحس أنه مهم عندك ماشي غير شخص ثانوي في حياتك. هادو هما الدعائم اللي كيتبنى عليهم ارتباط حقيقي ومتين. وبزاف ديال المرات راه الصراعات اللي كنعيشوها في العلاقات ديالنا السبب ديالها ماشي قلة الحب، لا، السبب هو ببساطة أن الطرفين كيهضروا لغات مختلفة تماما، وكل واحد فيهم كيصحاب لي راه كيتواصل باللغة الصحيحة. وهذا السلايد كيشرح لنا هذا الاختلاف بوضوح. عالمة اللسانيات ديبوغا تانان كتسمي هذا الشيء الفرق بين لغة التقرير اللي كيستعملوها الرجال غالبا والهدف منها واضح، تبادل المعلومات وإيجاد حلول للمشاكل. في المقابل كاين لغة الألفة اللي كتستعملها النساء والهدف منها هو خلق روابط عاطفية وتقاسم المشاعر باش يحسوا بالقرب والتفاهم. وهذا الفرق في اللغة كيوصلنا مباشرة لواحد سوء فهم اللي كيتكرر بزاف. ملي مرأة كتعاود على شي مشكل هي في الحقيقة كتقلب على اللي يسمع ليها، على التفاهم والاحتواء. ولكن الراجل بديك عقلية المصلح اللي عنده كيسمع كلامها وكأنه طلب مباشر للحل. هو بالنية ديالو كيحاول يساعد ويقدم حلول، ولكن هي كتحس بالإحباط حيت مشاعرها ما لقاتش اللي يحس بها، وهو كيحس بالإحباط حيت الحلول ديالو كلها ترفضت. إذن شنو المعمول؟ خبراء العلاقات كيعطونا خطوات عملية وواضحة. أولا اختيار الوقت المناسب، ماشي نهضروا وحنا معصبين أو عيانين. ثانيا نركزوا على موضوع واحد في كل نقاش بلاش ما نجبدوا كل شيء دقة واحدة. ثالثا نمارس فن الاستماع الحقيقي، يعني نسمعوا باش نفهموا ماشي غير باش نوجدوا الجواب اللي غنقوله. والنقطة الرابعة والمهمة بزاف نحاولوا نتجنبوا نفتحوا الملفات القديمة، حيث أي نقاش كنجبدوا فيه الماضي هو نقاش محكوم عليه بالفشل من البداية. وهنا كنوصلوا لصلب الموضوع.
للنقطة الحاسمة. خاصنا نحولوا التركيز ديالنا من مراقبة نظرة عابرة اللي ممكن تكون غريزة، ونبداو نشوفوا الصورة الكبيرة، الأفعال اليومية، المعاملة المستمرة، حيث تم فين كيتخبى الحب الحقيقي والاحترام الصادق. وهذه الفكرة اللي عندها جذور عميقة في القيم ديالنا، فكرة قوية بزاف، كتقول لنا أن الالتزام الحقيقي ماشي هو نكونوا مثاليين، حيث كنا بني آدم وكنغلطوا. الالتزام الحقيقي هو داك المجهود اليومي الواعي اللي كيديروا الرجل، داك الجهاد ضد النفس، ضد الغرائز، باش يكرم ويحترم الشركة ديالو ويحافظ على المودة والرحمة اللي بيناتهم. إذا عاود ما نبقاو نقلبوا على الحاجة اللي ناقصة، نركزوا على هاد العلامات الواضحة والواقعية. نسولوا راسنا، واش كيخليني أولوية في حياته؟ واش كيبين الالتزام تجاه الأسرة؟ واش كيسمع للرأي ديالي وكيقدروا؟ واش هو إنسان صادق ونقدر ندير فيه الثقة ديالي الكاملة؟ واش كيدعمني في أحلامي وهواياتي؟ واش كنحس معاه بالأمان؟ هادو هما المؤشرات الحقيقية اللي ما كتكذبش. وهذه هي الخلاصة الأهم اللي بغيت كل وحدة تسمعني تخرج بها اليوم. القيمة ديالك نابعة من ذاتك، من روحك، من شخصيتك. قيمتك ما عمرها كانت وما عمرها غادي تكون مرتبطة بنظرة عابرة من عند أي شخص كان. الثقة بالنفس الحقيقية هي واحد الحصن اللي ما كيهدمو حتى شي سلوك خارجي. إذا يلا درنا خلاصة سريعة للنقاط الأساسية. أولا، النظرة غالبا كتكون غريزة، لكن التحكم فيها وهو مسؤولية. ثانيا، الحب الحقيقي كيثبت بالأفعال، بالاحترام وبالثقة. ثالثا، فهم الاحتياجات العاطفية للرجل وطريقة التواصل ديالو هو مفتاح أساسي. والنقطة الأهم، قيمة المرأة نابعة من الداخل ومستقلة تماما على نظرة الشريك ديالها. وهنا غنخليكم مع هذا السؤال الأخير: كيفاش ممكن ننتقلوا من دور المراقبة اللي ديما قلقة ومتوترة لدور الشريكة الواعية اللي كتبني علاقة قوية؟ كيفاش نحولوا ديك الطاقة كلها اللي كتمشي في مراقبة العينين ونستثمروها في بناء علاقة متينة الأساس ديالها هو الفهم، الثقة والاحترام المتبادل؟ الجواب كيبدا من داخل كل وحدة فينا، بالوعي وبالعمل المشترك.